السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل هريسة شطة مع بعض حلوة جدا. معايا ربع كيلو فلفل حامي من أي نوع وأي لون. تمام. ومعاه واحدة فلفل كوبي، ومعايا معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة توم، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة صلصة، معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة سكر، ونص كوباية، قصدي ربع كوباية زيت. تمام. قطعت الفلفل وشلت منه البذر وشطفته شطفة كويسة جدا، وبعدين هبدأ أخلط المكونات بتاعتي في الكبة. هحط الفلفل وهحط معاه التوم والملح والسكر والبابريكا. البابريكا دي مدخنة عشان تدي الطعم المدخن لهريسة الشطة. ما بتحبيش الطعم المدخن بلاش، او ممكن تستخدمي بابريكا عادية، بتدي لون حلو وطعم حلو. الفلفل الكوبي بيبقى فيه تسكيرة حلوة قوي، فبنضيفه عشان يدي طعم حلو ونعزز اللون كمان. ضربتهم زي ما انت شايفه كده في الكبه لحد ما بقوا بيوريه خالص، ما فيهمش اي تكتلات. حطيتهم في حله وانا بتعامل ابعد وشي خالص، لان ده فلفل مركز فبيطلع ريحه قويه جدا، ممكن تاذيكي في عينك او في مناخيرك، فبلاش، خلي بالك. بعد ما فضيته حطيت معاه معلقه صغيره معجون طماطم، ومعاه الزيت والليمون، ده ربع كوبايه زيت. يعني ربع كوبايه الفلفل عليها ربع كوبايه زيت، ومعلقه صغيره من الحاجات اللي قلنا عليها. تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. الليمون والخل اللي حطيناهم دول ماده حافظه لهريسه الشطه، عشان تقعد معاكي اطول فتره ممكنه. عشان كده كمان بنديها غلوه على النار تستوي وتقعد معانا كتير من غير ما يجرالها حاجه. هرفعهم على النار واسيبهم 7 دقايق، مش اكتر من كده. اول ما هتاخد غلوتين هطفي عليها. ويا ريت وانا شغاله برضو على النار اغطيها، عشان الابخره اللي بتطلع منها هتبقى حاميه جدا. اول ما خلصت طفيت عليها وهي سخنه قوي، حطيتها في برطمان مغسول وناشف ونضيف، واقفل عليها تدينا التكه بتاعه ماده الحفظ اللي احنا بنتكلم عليها، فهنقدر نحافظ عليها. وبألف هنا وشفا.